إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد في تحليل آخر قبل مباريات الجولة الثامنة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى التي تقام يوم الأربعاء 1 أكتوبر 25. إذا هذه تعتبر قمة الجولة الثامنة التي تتجمع النجم الساحلي ضد الملعب التونسي. إذا الملعب الأولمبي في سوسة يسعى 28,000 متفرج، وهو ما سيستقبل هذه القمة. مباراة تقام في الساعة الثالثة زوالا بتوقيت تونس. إذن المباراة من المفترض أن تنقل على الوطنية الأولى أو الكاس والكأس 92 جلستين واسطور وشوفة. إذن النجم الساحلي لديه 8 نقاط. هذا الفريق يعاني منذ بداية الموسم بداية متذبذبة، حيث جمع 8 نقاط فقط من 7 جولات رغم امتلاكه للاعبين مميزين. الأداء الجماعي لم يرتقي بعد المستوى المطلوب. الفوز في هذه القمة قد يكون نقطة تحول لإعادة الثقة وتثبيت أقدامه في سباق المراتب الأولى. الملعب التونسي ب17 نقطة وهو المتصدر. إذن البقلاوة يقدم موسما رائعا حتى الآن، حيث يتصدر جدول الترتيب بدون أي هزيمة، 5 انتصارات و تعادلين. الفريق أظهر قوة كبيرة دفاعية وهجومية، كما يعيش نشوة معنوية بعد تأهله في كأس الكونفدرالية. إذا تحقيق الفوز في سوسة سيكون بمثابة تأكيد طموحات كبيرة في هذا الموسم. تاريخيا الملعب التونسي نجح في الفوز على النجم أكثر من مرة في المواسم الأخيرة، ما يمنح المواجهة طابعا مفتوحا وصعب التوقف. إذا فيما يخص المباريات الأخرى التي ستقام في نفس التوقيت وما ترشحيات ضد المستقبل، المرسى ستقام كذلك في نفس التوقيت. أما نادي الصفاقسي فيواجه الاتحاد المنستيري كذلك في نفس الترتيب. أما فيما يخص جدول الترتيب قبل بداية الجولة الثامنة، فيما يخص كذلك أبرز مباريات التي ستجرى اليوم الأربعاء، من الملعب التونسي في المركز الأول ب17 نقطة. المركز الثاني من نصيب النادي الإفريقي ب16 نقطة. المركز الثالث الترجي الجرجيسي ب16 نقطة. أما الترجي الرياضي فب14 نقطة في المركز الرابع. الاتحاد المنستيري فيحتل المركز الخامس ب13 نقطة. ثم المرسى لديه 7 نقاط والنجم الساحلي 7 نقاط. إذن فيما يخص خلاصة التوقعات لهذه القمة التي تجمع بين ناديين كبيرين، فقمة سوسة بين النجم والملعب التونسي هي الأكثر إثارة. الملعب يبحث عن تثبيت الصدارة، النجم عن الإنقاذ والعودة للمنافسة. إذا الترجي مرشح للعودة، المرسى بنقاط 3، لكنه مطالب بالحذر من المفاجآت. أما النادي الصفاقسي ضد المنستيري قد تكون مباراة مغلقة وصعبة، حيث أن التعادل يبدو نتيجة واردة، لكن المنستيري قادر على استغلال الأخطاء. إذا هل جولة الثامنة تحمل بطياتها إمكانيات تغيير ملامح الصدارة بشكل كبير؟ وكل الأنظار موجهة إلى سوسة والمرسى والصفاقس. في 24 نتيجتين 1-0 الرايتان، كما أقصاهم الربع نهائي كأس تونس 2025 بالفوز 1-0. هذا التفوق
يمنح لاعبي البقلاوة أسبقية معنوية، فحين يدخل النجم المباراة بنية كسر هذه السلبية. أما فيما يخص مفاتيح اللعب، فالملعب التونسي عليه الاعتماد على تنظيم دفاعي محكم واستغلال المرتدات، وكذلك التنويع في اللعب بين العمق والأطراف. الرهان على فعالية مهاجم الأول الذي صنع الفارق في الجولات الماضية. ما يخص النجم الساحلي، عليه الضغط المبكر واستغلال أجواء بسوسة لدفع الخصم إلى الأخطاء، والاعتماد على خبرة لاعبيه الدوليين السابقين لصناعة الفارق. ضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق نقاطا عديدة هذا الموسم. أما فيما يخص العوامل النفسية، فالملعب التونسي يدخل المباراة بضغط كبير باعتباره المتصدر والمستفيد من أي نتيجة إيجابية. النجم الساحلي تحت ضغط جمهوره الكبير الذي يطالب برد الاعتبار وإيقاف سلسلة تفوق البقلاوي. أما التوقعات فالمباراة مشتعلة، فمنذ البداية الملعب التونسي يريد تأكيد زعامته والاستمرار في سلسلة نتائجه الإيجابية. النجم الساحلي يبحث عن انتفاضة تنعش حظوظه. أما التوقع الأقرب فتعادل مثير 1-1 أو فوز صعب للملعب التونسي 1-0 بفضل الصلابة الدفاعية وحسن استغلاله للمرتدات. Bon, juste pour parler un peu avec les francophones, un début de saison impressionnant, le Stade tunisien réalise un départ tonitruant dans cette édition 2025-2026 de la Ligue 1 professionnelle tunisienne. Après cette journée, le club de Bardo occupe la première place de classement avec 17 points, soit 5 victoires et 2 matchs nuls, sans la moindre défaite. Ce parcours illustre un mélange réussi entre organisation tactique, discipline offensive et une grande solidarité collective. Il y a un projet de jeu clair. Sous cela, au l'aide de l'entraîneur de Radhi Jaidi, le Stade tunisien s'appuie sur un football moderne basé sur la solidarité défensive, meilleur arrière-garde du championnat avec plus de 8 encaissés. L'axe central solide associé à une charnière expérimentée constitue un gage de sécurité. Les transitions rapides, l'équipe est redoutable en contre-attaque capable de se projeter en quelques passes. Une efficacité offensive chirurgicale malgré un volume d'occasion parfois limité, les attaquants parviennent à concrétiser leur temps fort. إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد في تحليل آخر قبل مباريات الجولة الثامنة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى التي تقام يوم الأربعاء 1 أكتوبر 25. إذا هذه تعتبر قمة الجولة الثامنة التي تتجمع النجم الساحلي ضد الملعب التونسي. إذا الملعب الأولمبي بسوسة يسعد 28,000 متفرج، وهو ما سيستقبل هذه القمة. المباراة تقام في الساعة الثالثة زوالا بتوقيت تونس. إذن المباراة المفترض أن تبقى الأعداء الوطنية الأولى والكأس لبنان وانقسام الجلستين واسطور وشوفة. إذن النجم الساحلي لديه 8 نقاط، لأن هذا الفريق يعاني منذ بداية متذبذبة، حيث جمع 8 نقاط فقط من 7 جولات رغم امتلاكه للاعبين مميزين. الأداء الجماعي لم يرتقي بعد مستوى المطلوب. الفوز في هذه القمة قد يكون نقطة تحول لإعادة الثقة وتثبيت أقدامه في سباق المراتب الأولى. الملعب التونسي ب17 نقطة، وهو
المتصدر. إذا البقلاوة يقدم موسما رائعا حتى الآن، حيث يتصدر جدول الترتيب بدون أي هزيمة، 5 انتصارات وتعادلين. الفريق أظهر قوة كبيرة دفاعية وهجومية، كما يعيش نشوة معنوية بعد تأهله في كأس الكونفدرالية. إذا تحقيق الفوز في سوسة سيكون بمثابة تأكيد طموحات كبيرة في هذا الموسم. تاريخيا الملعب التونسي نجح في الفوز على النجم أكثر من مرة في المواسم الأخيرة، فهي نحن مواجهة طابعا مفتوحا وصعب التوقف. إذا فيما يخص المباريات الأخرى التي ستقام في نفس التوقيت وترشحيات جدا المستقبل، المرسى ستقام كذلك في نفس التوقيت. أما نادي الصفاقسي فيواجه الاتحاد المنستيري كذلك في نفس الترتيب. أما فيما يخص جدول الترتيب قبل بداية الجولة الثامنة، فيما يخص كذلك أبرز مباريات التي ستجرى اليوم الأربعاء، من الملعب التونسي في وسط في المركز الأول ب17 نقطة، المركز الثاني نصيب النادي الإفريقي ب16 نقطة، المركز الثالث الترجي الجرجيسي ب16 نقطة، أما الترجي الرياضي فب14 نقطة في المركز الرابع. الاتحاد المنستيري فيحتل المركز الخامس ب13 نقطة، المرسى لديه 7 نقاط والنجم 7 نقاط. إذن فيما يخص خلاصة التوقعات لهذه القمة التي تجمع بين ناديين كبيرين، فقمة سوسة بين النجم والملعب التونسي هي الأكثر إثارة. الملعب يبحث عن تثبيت الصدارة، النجم عن الإنقاذ والعودة للمنافسة. إذا الترجي مرشح للعودة، المرسى بمقام الثلاثة، لكنه مطالب بالحذر من المفاجآت. أما النادي الصفاقسي ضد المنستيري وتكون مباراة مغلقة وصعبة، حيث أن التعادل يبدو نتيجة واردة، لكن المنستيري قادر على استغلال الأخطاء. إذا الجولة الثامنة تحمل في طياتها إمكانيات تغيير ملامح الصدارة بشكل كبير،